تشكيل النادي الأهلي وتشكيل نادي الزمالك استعدادا لمباراة القمة غدا إن شاء الله يوم الاثنين 15 إبريل في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي. هقول لكم كمان على ماتشات اللي اتلعبت النهاردة سواء في الدوري المصري. في ماتشين النهارده اتلعبوا في الدوري المصري هقول لكم عليهم وهقول لكم ترتيبهم في الدوري المصري، وفي كمان ماتشات اتلعبت في الدوري الانجليزي. ارسنال لعب وليفربول لعب، هقول لكم على ترتيبهم في الدوري الانجليزي ونتائجهم وعملوا ايه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم يا ريت ما تنسونيش باللايك، عايز اوصل بالفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، والاشتراك في القناه ده شيء اساسي. عايز اوصل ل 1000 مشترك. نخش الاول على تشكيل نادي الزمالك وبعدين نخش على تشكيل النادي الاهلي. تشكيل نادي الزمالك اللي انا بتوقعه في حراسة المرمى محمد عواد، 2 دفاع حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي، ظهير ايمن وظهير ايسر عمر جابر واحمد فتوح، 3 خط الوسط دونجا واحمد حمدي، وقدامهم ناصر ماهر صانع العاب، 3 في الهجوم مصطفى شلبي وعبد الله السعيد، ورأس حربة وحيد احمد السيد زيزو. ده بالنسبة لنادي الزمالك. بالنسبة بقى للنادي الاهلي، المارد الاحمر في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 دفاع ناحية اليمين رامي ربيعة، ناحية الشمال محمد عبد المنعم، ظهير أيمن عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيسر كريم الدبيس، 3 خط الوسط عمرو السولية وكوكا، وقدامهم محمد مجدي قفشة رأس حرب صانع ألعاب في خط الوسط يعني. 3 في الهجوم بقى قدام، يعني دولت اللي انا محتار فيهم شويه، الثلاثه اللي هم قدام في الهجوم. بس انا بتوقع ان انا توقعت حاجه وامنياتي حاجه تانية خالص. هقول لكم ده وهقول لكم ده. توقعاتي الاول هيلعب كهربا ناحيه اليمين واحمد عبد القادر ناحيه الشمال، وفي الهجوم وسام ابو علي كده كده هيلعب بيه. بس انا اللي اختلاف عندي دلوقتي في الاثنين اللي هم تحت راس الحربه، اللي هو كهربا واحمد عبد القادر. طبعا انت عندك كهربا وعندك احمد عبد القادر وعندك كريم فؤاد وعندك رضا سليم. فطبعا انا بتوقع ان هو هيلعب كهربا واحمد عبد القادر. امنياتي انا ان هو يلعب احمد عبد القادر مكانه، او رضا سليم ناحيه الشمال، لان طبعا انت لو لعبت ناحيه الشمال احمد عبد القادر ومعاه كريم الدبيس ناحيه الشمال، انا اعتقد ان يعني الحته ديت هيبقى فيها خلل شويه، ونادي الزمالك ممكن يلعب عليها لو الاهلي لعب مع احمد عبد القادر في الحته ديت، لانه في حته الدفاع بعافيه شويه. يعني انا بتوقع ان هو يعني لازم يلعب في ناحيه اليمين رضا سليم. يعني انا امنياتي ان هو ينزل رضا سليم من بدايه المباراه ناحيه الشمال، عشان رضا سليم لاعب سريع بيهاجم وبيدافع، عنده الاثنين، وسريع ومهاري وبيعمل كل حاجه في الكوره بصراحه. فانا بتمنى ان هو ينزل رضا سليم من بدايه المباراه ناحيه الشمال تحت راس الحربه. وناحيه اليمين بقى عندك محمد طاهر، ممكن تلعبه من بدايه المباراه، ممكن تلعب كريم فؤاد، عندك الاثنين دول لعب اي حد فيهم. بالنسبه لكهربا انا ما اتمناش ان هو يبدا المباراه، لان انت كده هيبقى عندك كهربا وعندك حسام ابو علي 2 في الهجوم. فيعني يعني برضو انا ما اتمناش ان هو ينزل كهربا من بدايه المباراه بصراحه. يعني ممكن لو احتاجوا في الشوط الثاني ينزله، لكن من بدايه المباراه انا ما اتمناش. انا اتمنى ان هو ينزل من بدايه المباراه محمد طاهر، ما فيش مشكله خالص. وكده كده حتى لو نزل محمد طاهر وناحيه الهجوم عنده بعافيه شويه، محمد طاهر بيمتاز ان هو عنده ناحيه الدفاع يعني جيده. وكده كده انت عندك طاهر بيدافع، وعندك فريحه عمر كمال عبد الواحد، فانت عندك دفاع كويس وهجوم كويس، فانت هيبقى عندك توازن ما بين الدفاع والهجوم. وصلت المعلومه ديت. محمد طاهر كده كده لو لعب مارسيل كولر اصلا هيقول له يعني انك تدافع، وكده كده عمر كمال عبد الواحد بيهاجم، فانت كده كده ناحيه اليمين ديت لو لعب محمد طاهر ما عنديش انا مشكله فيها خالص، وما عنديش يعني فيها ما عنديش فيها اختلاف يعني. لكن الاختلاف عنده كله ناحيه الشمال بصراحه، ان لازم نلعب رضا سليم.
يعني انا كده الثلاثي اللي انا بتمناه بقى اللي هو يلعب قدام. انا قلت لكم توقعاتي ان هو ينزل كهربا ناحيه اليمين واحمد عبد القادر ناحيه الشمال وسام ابو علي في الهجوم. دي توقعات. وامنياتي بقى اللي هو يلعب طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر ناحيه اليمين وناحيه الشمال رضا سليم، وفي الهجوم وسام ابو علي لازم يلعب من بدايه المباراه. لازم يلعب من بدايه المباراه من بعد المباراة الأخيرة بصراحة. يعني معاليك من الهدف ونزل بصراحة. أول ما نزل بيلعب بهده حلو قوي وبيوجه الكرة بصراحة. يعني تحس كده إن هو بيلعبها بإيده، بيوجهها بإيده، بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يحرسه يا رب من الإصابات. وإن شاء الله لو لعب من بداية المباراة وعمر كمال عبد الواحد من بداية المباراة إن شاء الله، هما الاتنين دولت إن شاء الله بإذن الله عمر كمال عبد الواحد يقدر يرفع كرة أو اتنين بإذن الله. وسام باذن الله هيقدر يستفيد بالفرص ديت، وان شاء الله هيقدر طبعا ان شاء الله يقدر يحرز منها كوره او اتنين باذن الله لو وفق فيهم باذن الله. ورضا سليم لازم نبدا من بدايه المباراه. كده هقول لكم بقى على التشكيله من اول بقى. ديت بقى اللي انا بتمناها بقى، ديت اللي انا بتمناها. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رامي ربيعه ناحيه اليمين، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رامي ربيعه ناحيه اتنين دفاع، رامي ربيعه ناحيه اليمين، محمد عبد المنعم ناحيه الشمال، ظهير ايمن عمر كمال عبد الواحد، ظهير ايسر كريم الدبيس، ثلاثه خط الوسط عمرو السوليه كوكا، وقدامهم صانع العاب محمد مجدي قفشه، ثلاثه في الهجوم طاهر محمد طاهر ناحيه اليمين عشان خاطر الدفاع، وناحيه الشمال رضا سليم، وفي الهجوم وسام ابو علي. وطبعا كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. وطبعا في الاول في الاخر يعني انا اتمنى ان انا اشوف مباراه تليق بديربي النادي الاهلي ونادي الزمالك، اشوف مباراه كويسه. والفايز طبعا هقول له مبروك، والخسران يعني هقول له هارد راك. وان شاء الله باذن الله يعني كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. ده بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. نروح بقى على بقيه الاخبار معايا. الدوري المصري معايا النهارده، الدوري المصري معايا، وبعدين في الاخر نقول الدوري الانجليزي. تمام كده. اول مباراه معايا النهارده في الدوري المصري سيراميكا كيلوباترا كان بيلاعب فريق المصري البورسعيدي، وتعادلوا مع بعض بنتيجة 1-1. كده سيراميكا كيلوباترا عنده من النقاط 23 نقطة في المركز السادس من 16 مباراة. ده بالنسبة لسيراميكا. أما بالنسبة للنادي المصري عنده من النقاط 28 نقطة في المركز الثالث ولعب 17 مباراة. المباراة الثانية معانا في الدوري المصري الاسماعيلي وفوتشر اللي لسه منتهية من شوية صغيرين، وتعادلوا مع بعض ايضا 1-1. والفوتشر كان متقدم بهدف، والاسماعيلي تعادل في نهاية المباراة. يبقى كده تعادلوا مع بعض 1-1. كده النادي الاسماعيلي عنده من النقاط 18 نقطة في المركز ال 14 من 17 مباراة. ده بالنسبة لنادي الاسماعيلي. اما نادي فيوتشر عنده نقاط 21 في المركز العاشر ولعب 15 مباراة. ده بالنسبة للدوري المصري. نروح بقى على الدوري الانجليزي، يعني اللي انفرد به مانشستر سيتي. يعني كنت قلت لكم امبارح في بداية الفيديو ان مانشستر سيتي يعني يا خد صدارة الدوري الانجليزي ولو بشكل مؤقت من ليفربول وارسنال، عشان خاطر كان متقدم بمباراة زيادة. ليفربول لعب النهارده وارسنال لعب النهارده والاثنين خسروا. ارسنال خسر وليفربول خسر. كده المباراة الأولى معانا أرسنال وأستون فيلا، واستون فيلا كسب بنتيجة 2-0، واستون فيلا في المركز الرابع. خلي بالكم استون فيلا كسب ارسنال 2-0. كده ارسنال عنده من النقاط 71 نقطة في المركز الثاني ولعب 32 مباراة. اما استون فيلا عنده من النقاط 63 في المركز الرابع من 33 مباراة. المباراة الثانية معانا ليفربول وكريستال بالاس. كريستال بالاس يا جماعة يعني مش عايز اقول لكم في نهايه الترتيب خالص، مش في المركز الاخير بس في اخر خمس انديه في الدوري الانجليزي من ورا. كده ليفربول عنده من النقاط 71 نقطه ايضا في المركز الثالث
ولعب 32 مباراة. كريستال بالاس عنده بين النقاط 33 في المركز ال 14 ولعب 32 مباراة ايضا. بقى كده مانشستر سيتي في المركز الاول، وارسنال في المركز الثاني، وليفربول في المركز الثالث. مانشستر سيتي عنده مانشستر سيتي وارسنال وليفربول الثلاث فرق لعبوا زي بعض 32 مباراة. يبقى كده مانشستر ما عادش حد فاضله ماتشات مؤجلة. يبقى كده مانشستر سيتي انفرد بصدارة الدوري الانجليزي بقاله فترة، او ممكن يكون كمان من بداية الدوري الانجليزي. هو اول مرة ينفرد بصدارة الدوري الانجليزي. ومانشستر سيتي طالما انفرد بصدارة الدوري الانجليزي، من الصعب بل من المستحيل، مفيش حاجة مستحيل، بس صعب جدا ان مانشستر سيتي بيسيب صدارة الدوري الانجليزي لاي حد. وخاصة كمان ان الفرق اللي هتلاعب مانشستر سيتي الماتشات اللي جاية مش بنفس الجودة مش بنفس الجودة الفرق اللي هتلاعب ليفربول لسه هيلاعب توتنهام وعنده بعض الماتشات الصعبة. فمانشستر سيتي يعني الماتشات اللي جايه هتبقى سهله بالنسبه له الى حد ما شويه، واسهل كمان من ارسنال، لان ارسنال لسه فاضل برضه ماتشات صعبه. ده بالنسبه لدوري ابطال الدوري الانجليزي. وبكده اكون خلصت معاكم نهايه فيديو النهارده. اتمنى من اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وتكتبوا لي في الكومنتات سواء اهلاوي او زملكاوي تتوقع مين اللي هيكسب في مباراه القمه غدا، سواء اهلاوي او زملكاوي مش مشكله، دي كوره، سواء ديت في الاول وفي الاخر ديت كرة قدم. وطبعا لازم يهمني طبعا رأيك في الكومنتات، تكتب لي رأيك او مين اللي هيكسب سواء في الاهلي او في الزمالك، ومين اللي هيكسب وبنتيجة كام. تمام كده. مستني طبعا الدعم من اخواتي الاهلاويه ومن اخواتي الزملكاويه كمان. تكتب لي في الكومنتات لو انت شايف ان الزمالك هيكسب بكره، تقول لي هيكسب وبنتيجه كام. وبس كده اكون خلصت معاكم نهايه فيديو النهارده. اتمنى من اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، والاشتراك في القناه ده شيء اساسي. عايز اوصل ل 1000 مشترك. والسلام ختام.